هم بينهضوا من النوم واحدة ونص، يعني احنا نمشي وين؟ اتكلمنا معاهم وطلعنا بيان من مجلس إدارة نادي الهلال في واقعتين، الواقعة بتاعت أهلي شندي وإنه اللاعب بدر المدينة اعتدى على الحكم لفظيا وجسديا، وتحصلنا على تقرير الحكم ونشرناه في الجرائد. يتخيلوا كان همهم شنو؟ اطلع التقرير ده للكاردينال منه، ما بيتكلموا في اصل المشكله، همهم تطلع التقرير ده للكاردينال منه. يو وقفته اللجنه عشان وقفته عشان تناديه. يتخيلوا بعد 48 ساعه وقل من 48 ساعه يطلع جواب من الاتحاد العام وماضيه اسامه، وقيل انه الجواب ده طبع المسا وشالوا ناس المريخ طبعوه في مطبع برا وجابوا له اسامه موضع فك هنا عن بكري. ده اتحاد ده في فوضى اكثر من كده. ولا ينتظروا اللجنه اللي وقفت عشان تصدر قرارها اللي هي منوط لها بمعاقبه هذا اللاعب اللي هي كانت سبب المشكله. لو كان اتبعوا طريق الحق والعدل بين الناس ما كان المشاكل والناس دي عسى واقفه هنا. يطرد الشرطه ويحتد معاه ويغزفاه بالقوارير، وبعد كده يفضوا الملعب يقولوا ما بيلعبوا الا الشرطه تطلع، ويشترطوا الا الشرطه تطلع، ويصروا انه الشرطه تنسحب. جات للشرطه اوامر انها تنسحب. يتخيلوا هذا الجهاز الشرطي النبيل اللي بيحمي ارواحنا وبيحمي اموالنا، واللي بيقاتل في كل اعتى المجرمين، واللي بيقاتل في المرتزقه اللي ما ينسحبوا من المرتزقه ناس المريخ خلوهم انسحب. تقولوا لي مريخ ولا تقول لي اتحاد؟ والاعجب من كده رئيس الاتحاد اللي اسمه دكتور معتصم اتحاد الفساد الأمرة بدل يصدر قرار لأنه دي. وبعدين المسألة دي يا أخواننا نقلتها التلفزيونات، نقلتها العالم كله، إنه دولة بيطرد جهاز بتاع الشرطة من الملعب. وبعدين حصل شنو؟ المصور بتاع النيلين ضربوه هنا ودوه الانعاش وضربوا الناس الثانيين. الحكم لبس وماشي على ربيته، جاته تعليمات ثاني لبسوه وجابوه دخلوه. الحكم جا داخل عاين كده لقى شرطه ما قال له قانون بمعنى يحكم، قال له خش بالقانون بالامان. هم متخيلين انه حيغلبوا مريخ الفاشل برضه قرروا معاه. لا يا اخوان المترو السيء لا بيعني غلبوا. هذا كمان مصيبه. ده كله يا اخواننا ما في باطل بيمشي ما في، لانه خلق الدنيا دي الحق. بعد الكلام ده كله فريق اول شرطه طارق بيمشوا يقعدوا مع مدير شرطه الولايه بيعتذروا له. انت رئيس الاتحاد المفروض تعاقب الرئيس ده وتنزل عقوباتك عليه، وانت تقعد في مكتبك وتجيب مدير شرطه الولايه يعتذر له، لانه ده الشرطه وده الجهاز النبيل اللي هو اكثر من 100 سنه بيحمي الوطن. والاعجب من كده مصورين ومدينها في الواتسابات وما يختشوا، ومدين قال لمكرمين ومدير الشرطه مدين له درجه يا اخي بيشيل اهانه العمل. يا اخواننا اتحاد مريخي 100%. الاتحاد ده انا اوريكم اجتماعات وين. الاجتماعات ده الاتحاد ده عنده اجتماع كل سنه، عنده اجتماعات كل اربع وخميس. بيمشوا بعد صلاه المغرب يصلوا في بيت رئيس نادي المريخ، يجيبوا اللقيمات والشاي. ده اسمه اتحاد اللقيمات. ياكلوا اللقيمات والشاي. توقفوا بكري لاخر الهلال، نودي المرغني في 60 داهيه، نودي الامل، نودي غيره. وبعد كده الاجتماع السنوي طبعا اخواننا في الحج الطياره بتشيله، بيمشوا في الحج بعد منى ينتهوا، بعد كده يمشوا القرارات الجديده للسنه. ونحن مش زعلنا الرياضيه 5 هو مش 13 وما عنده شغله
غير نحاكم الهلال وحننزل الهلال. انا بقول له اذا بشيل النيل الازرق ده من هنا تودي البحر الاحمر ويجيب البحر الاحمر من هنا الازرق، الوقت ذاك الهلال بينزل. والله الهلال لو خدت لهم في كرتونه وركبنا لوري ورسمنا هلال ما يقدروا ينزلوا. ده ناس بتلعب ساي، ده لعب. نيجي انه يا اخواننا نحن قضيتنا قضيه عادله وما حاجه عن فراغ ولا نحن اصحاب مرض نفسي. نحن وقفنا وقفه للحق لانه الاتحاد كتره. والحاجه المهمه دار اقول لكم الليله انه الفيفا لجنه الاخلاقيات بموجب الماده 1/83 وبيخشوا النت تلقاه اوقفت نائب رئيس الاتحاد الكمبولي وامينه العام لانه الاثنين في المجلس الوطني بتاع الكونغو وفي نفس الوقت هم في الاتحاد.